في الوقت الذي دعوت فيه شيخ قرضاوي لنصرة حزب الله وأنت فعلت ذلك حتى أكون دقيقا، إلا أنك أضفت بأنك تعتبر زعيمه حسن نصر الله متعصبا كبقية الشيعة. هل قلت هذا الكلام؟ قلت هذا الكلام. يعني بناء على ماذا اعتبرته متعصبا؟ هناك أشياء يعني تبين هذا، انه لم يقل يعني كلمة يعني تفصل حينما هاجمت الشيعة في انهم لم يعني الاشياء اللي بنتفق عليها في الملتقيات التقريب لا ينفذونها، وحينما هدمتهم وهاجموني بشدة كنت أتوقع منه أن يقول كلمة تنصفني والعلاقة بيني وبينه طيبة، وأنا دافعت عنه أمام الذين أفتوا بتحريم نصرة حزب الله والوقوف معهم، ولم يقل كلمة. فهذا ولكنه ليس من المتعصبين الأشداء يعني. طيب شيخ قرضاوي، أنت في الواقع يعني ذكرت للتو بأنك تحدثت عما وصفته بغزو الشيعة للمجتمعات السنية على ما يقال دون أن تقدم دليلا واحدا. هل لديك مثلا إحصائيات كم تم تشييع مثلا من سنة مصر مثلا؟ عندي أخذ أدلة كثيرة يعني منها أنت ذكرت مصر لم يكن فيها شيعي واحد منذ عهد صلاح الدين الأيوبي، لم يكن في مصر شيعي واحد. فالآن أصبح هناك شيعة يكتبون في الصحف ويؤلفون كتبا ويظهرون في التلفاز. هذا أليس هذا دليلا؟ وأصبح هذا في عدد من البلدان العربية التي لم يكن فيها يعني شيعة قط، فهذا دليل. وتأتيني أخبار من بلاد شتى. أنا لست معزولا عن العالم، أنا رئيس مؤسسة عالمية وفيها علماء في كل بلد، وتأتينا الأخبار أنا لا أختلق عليهم، وهذا غير ما اتفقنا عليه في لقاءاتنا. في لقاءاتنا اتفقنا على عدة أشياء، منها ألا يحاول مذهب نشر مذهبه في البلاد الخالصة للمذهب الآخر. طيب شيخ قرضاوي، لم يحترموا هذا. طيب شيخ قرضاوي، ألا يدلل في الواقع هذا القلق من التشيع في المجتمعات السنية على ما يقال في الواقع بأن السنة ربما لم يكن ليس إيمانهم حسب ما يقال مثلا من القوة بحيث يصمدوا أمام تشيع مثلا؟ نحن لا نتحدث عن الشيعة مع المسلمين السنة، فهم ليسوا محصنين ضد التشيع، لأن احنا نقول ابعدوا عن الفتنة، ابعدوا عن هذه الكلام. فلم نعطي المسلمين ثقافة واقية، مسلمين السنة، ولهذا يمكن أن يتأثروا بأي واحد يأتيهم ويتسلل إليهم ويدخل إليهم أفكارا لا تتفق مع مذهب السنة. طب شيخ قرضاوي، أنت وصفت الشيعة بالمبتدعين وأنا أنقل في الواقع، وبالتالي وبالمقابل أنت تنادي بالتقارب بين المذاهب يعني بين السنة والشيعة. هل تريد أن يتقارب السنة مع المبتدعين حسب توصيفك بين قوسين؟ نعم إذا كنا بنتحاور مع المسيحيين وأنا الآن بندعو إلى التحاور مع الأديان الوثنية الشرقية البوذية والهندوسية وغيرها، فكيف لا نتحاور مع مسلمين نعتبرهم عندهم بدع ننكرها عليهم؟ هذا لا يمنع أنهم مسلمون. كونهم مبتدعين لا يخرجهم من ملة الإسلام إلا إذا كانت بدعا مكفرة.